بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة كراطة رائعة جدا في المذاق، أتمنى أنكم تجربوها. أول حاجة نديروها نقليو البصل مع الزبدة والزيت والدجاج. أنا درت الكركاسة تاع الدجاج اللي رحيت منها الدجاج، نزيدو من بعد نقليو مليح كي يتقلاو. نزيد معاهم الجلبانة، نزيد معاهم العقاقر. أنا درت فلفل الكحل، درت توابل الدجاج، شوية كمون، قليت مليح ومن بعدها مرقت بالماء سخون طبعا. ومن بعدها زدت معاها قرنون، قطعته مرصوات صغار. زدت معاها حبه تاع الجامبون وخليتها تطيب لي مليح. نتحصل على صوص قليله ومن بعد خليها اكوتي. نروح دركا للدجاج، راني قطعته دي بتي مورسو. ومن بعد زدت معاه الثوم، توابل الدجاج، فلفل عكري، فلفل الكحل، وزدت معاه عصره تاع قارص. نخلطو مليح مليح ومن بعدها نحطو اكوتي يشرب لاصوص تاعو. ندي مقله نحط فيها شويه زيت، نخليها تسخن، نحط فيها الدجاج تاعي اللي كنت متبلاته من قبل. ومن بعدها نقليها مليح، نزيد معها شويه تاع زروديه مرابيه خاصها حبه ولا. من بعد كي تقلى لي مليح نحطو اكوتي. هاي المرقه تاعي بعد ما وجدت لي صوص قليله نحطها اكوتي. وهذا الجلد تاعي بعد ما تقلى لي ثاني نحطه اكوتي. دونك نروح لي بولي نحطهم من الفوق. اول حاجه ناخذ صدر تاع الدجاج مربي، نص صدر يعني ماشي صدر. ندير حبه بيض، معدنوس، ندير نزيد مع التوابل. انا درت فلفل الكحل، فلفل عكري، توابل الدجاج. المهم نخلطهم كامل مع بعض حتى نتكل على عجينه، نشكلها على شكل بولات صغار. نحكم مقله نقليهم فيها، نحمرهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فيها، ومن بعد نحطهم اكوتي. وكنروحوا لمرحله المونتاج. نحكم البطاطا، نقلي البطاطا. أنا ما قلتش البطاطا بلي نقليها نحطها أكوتي، نديرها دي بتيدي ونقليها. ندير هذيك البطاطا نخلطها مع ديك لاصوص، نزيد مع الجلبانة هذيك ومع داك الدجاج اللي الكركاسة تاع الدجاج نفتتهم فتيت صغار هكا ونحطهم معاها. ومن بعدها نزيد معاهم البيض، 3 حبات بيض، تخلط مليح هذا الاخر مع بعضهم. نقبض مول يكون شويه عالي، نحط فيه ندهنه بالزبده، ونحط عليه هذه نص تاع هذا نصف الخليط اللي درته. ونزيد عليه هذاك الدجاج اللي قليته من قبل نحطه كطبقة ثانية فوق هذا الخليط. ومن بعد نحط عليه شوية فرماج، ونزيد عليه فرماج ربي طبعا درت نابولي انايا. ومن بعد نزيد عليه الطبقة الثانية كما راكم تشوفوا وندخلها الفرن طيب. كي تطيب مليح وتحمر لي من الفوق نحكم لاصوص بيشاميل اللي كنت وجدتها من قبل، تكون شويه سائله ما تكونش ثقيله. ندير هذوك لي بول نفرغ عليها في لاصوص بيشاميل من الفوق هكا بهذه الطريقه، بحيث كاع لي بول هذوك ندرقهم بلاصوص بيشاميل. ومن بعد نربي فوقهم الفرماج ونعاود ندخلها للفرن تدي لي تحميره. وهذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى انكم تجربوها. سلام.